العروسه جت. طب بقول لك ايه، والله العظيم انا بلعب جيم حلو قوي. طب ما تعملي لها انت بقى، وانا مكسله يعني فكوني النهارده، يعني سيبوني العب شويه كده وكملي انت بقى شغل. يا شيخه بلا شغل بلا بتاع بقى، احنا كل يوم شغل شغل شغل، خدنا ايه من الشغل يعني؟ سيبيني العب شويه. اه والله عندك حق، انا فعلا ماليش مزاج اشتغل. يعني احنا خدنا ايه من الشغل؟ انا اقعد العب شويه اهو اعلان. ايوه بس انا فعلا ماليش مزاج اشتغل، وبعدين هو عنده حق، ما انا اقعد اريح شويه. ايه المشكله؟ افرض انت اللي بتضحك عليا عشان اقوم اتعب، ما انا مش عارفه مين فيكم اللي صح ومين فيكم اللي غلط. ما هو باين ان هو خايف عليا وعايزني اريح، وفعلا انا تعبانه ولازم ارتاح، وانت عايزني اقوم اتعب. مين فيكم اللي صح ومين فيكم اللي غلط؟ اقوم ادور بنفسي، افتح كتاب. طب صفحه رقم كام؟ وادي الكتاب. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو المفروض ان دايما بيضللك وبيديك الاختيار الغلط. انت تقصد؟ فهمت. يعني دلوقتي الاختيار الغلط بين لي ان هو خايف عليا وان انا لازم ارتاح، بس الاختيار الصح هو اللي شجعني ان انا اقوم اشوف شغلي واشوف اللي ورايا. ليه؟ لان الانسان بيبقى ليه احتياجات المفروض يدور عليها، واهم الاحتياجات دي ان هو يعرف ياكل ويشرب نفسه، وعلشان نعرف ناكل ونشرب المفروض نشتغل ونجتهد. ولما هنشتغل ونجتهد بعد كده حياتنا هتبقى افضل، وبعد كده هنقدر نرتاح زي ما احنا عايزين. فعادي لما اكون لسه صغير او لسه في شبابي واجتهد واتعلم، علشان بعدين لما اكبر اكون حققت لنفسي الحياه والعيشه الكويسه اللي هتخليني قاعده مرتاحه. ولكن لو سمعت كلام الشر دلوقتي وريحت وانا صغير او ريحت وانا صغيره، بعد كده هكبر مش هكون عملت اي حاجه لنفسي، وهحس ان انا زعلانه وهبقى مكتئبه وشايفه الناس كلها نجحوا، وكل اللي اجتهد وتعب على نفسه وهو صغير بقى ناجح وعرف يحقق احلامه وطموحاته، وانا قاعده ما عملتش اي حاجه. انا كده فهمت. يعني كده الاختيار الصح النهارده هو اني اروح اجتهد واشوف شغلي، وبعد ما اخلص شغلي هقدر العب واتبسط مع اصحابي عادي زي ما انا عايزه، لان انا خلصت كل اللي ورايا. يبقى انا كده فهمت النهارده الاختيار اللي كان قدامي ايه الصح وايه الغلط، وقررت اختياري. هي هتختاري اي اختيار؟ خلاص انا قررت ان انا اشتغل واجتهد، وعادي لو تعبت شويه وانا صغيره علشان احقق لنفسي احلامي وطموحاتي لما اكبر. وكده الدرس اللي انا اتعلمته النهارده هو اني لازم اجتهد واشتغل علشان لما اكبر اكون حققت كل احلامي، سواء كان حلمي اكون دكتوره او مهندسه او مضيفه طيران او ميك اب ارتست. اي مهنه انا نفسي اشتغلها لما اكبر لازم اسعى لها واذاكر واجتهد عليها علشان ابقى شاطره فيها، زي ما انا كده دلوقتي الحمد لله بقيت شاطره. فانا انتصرت على الشر النهارده وفهمت رساله الخير ليه.